لو حلمك تدرسي بره فأنا عارفة إن أكتر حاجة بتقلقك مش المصاريف، أكتر حاجة هي الأمان. وأنا كنت زيك بالظبط، كنت فاكرة إن فكرة إني أعيش لوحدي بره هتبقى صعبة لحد ما جاتلي فرصة أدرس في تركيا وعشت هناك سنين، واللي حصل كان العكس تماما. تركيا بلد شبهنا جدا في العادات والتفكير وطريقة الحياة، وفيها طلاب عرب من كل الدول، فما حسيتش إني غريبة، بالعكس اندماجي كان أسهل بكتير مما كنت متخيلة. ومن ناحية الأمان الناس دايما حواليكي، والدنيا فيها حياة وفي نظام واحترام في التعامل، فبتعيشي يومك وانتي مطمنة فعلا من غير خوف من غير قلق. بس خلينا نتكلم بصراحة، حتى لو البلد آمنة المصاريف دايما بتكون عائق، وعشان كده المنح الجزئية في تركيا كانت الفرصة اللي حققت أحلام طلاب كتير زي هاجر ويوسف ومحمد وغيرهم كتير من طلاب خطوة. الجامعات في تركيا بتوفر خصومات بتوصل لأكتر من 50% لو قدمتي دلوقتي، يعني بدل ما تدفعي 10800 دولار في 4 سنين دراسة وسنة تحضيرية هتدفعي 4500 دولار لو هتدرسي بالتركي، أو 5500 دولار لو هتدرسي بالإنجليزي مرة واحدة لكل ال5 سنين، وتبدأي دراستك في جامعات قوية وفي التخصص اللي بتحلمي بيه ومن غير مجموع عالي ولا شروط صعبة. يعني لو معدلك في الثانوية 50 أو أكتر تقدري تدرسي علاج طبيعي 5 سنين بحوالي 45,000 ل 55,000 جنيه في السنة، يعني وفرتي أكتر من نص التكلفة وبدأتي طريقك من غير ضغط. وأهم نقطة، انتي مش لوحدك، خطوة اتعملت عشان محدش يمر بالتجربة دي لوحده، لأننا مش مجرد وكلاء معتمدين للجامعات في تركيا، احنا عيلة وبنكون جنبك من أول ترجمة وتجهيز الأوراق، إعداد الملف بشكل احترافي، التقديم على الجامعات المناسبة، استخراج القبول المبدئي والنهائي لحد ما بتوصلي تركيا. بنستقبلك في المطار، بنظبط لك السكن، بنساعدك في أوراق الإقامة، وأي حاجة تحتاجيها هناك هتلاقينا معاكي. خطوة شركة مسجلة قانونيا، لينا فرع على أرض الواقع في مصر، وكمان موجودين مع طلابنا في تركيا، وبنساعد طلاب من كل الدول العربية. قبل ما نبدأ أي خطوة بيكون في عقد قانوني بيضمن حقك بالكامل. لو حاسة إن دي البداية اللي مستنياها بس محتاجة تبقي مطمنة، اكتبي منحة جزئية في التعليقات، وإحنا هنكون معاكي خطوة بخطوة لحد ما توصلي.